السلام عليكم. في الفيديو ده هعرفك ازاي تعمل الترانزيشن اللي موجوده قدامك دي، وازاي تعملها بكل سهوله على برنامج دافينشي ريزولف، وخصوصا النسخه المجانيه. الترانزيشن دي ناس كتير بتستخدمها مؤخرا في الفيديوهات، وكل الشروحات اللي موجوده عليها على افتر افكت. في الفيديو ده هنشرحها على برنامج دافينشي، لكن قبل ما نبدا الشرح يا ريت تصلي على النبي، تدعي لاخواتنا في غزه، متنساش تدوس لايك تدوس اشتراك، عايزين نوصل الفيديو ده ل 150 لايك. ومن غير ما اطول عليكم يلا نبدا في الشرح على طول. احنا دلوقتي على برنامج دافينشي ومعانا الثلاث كليبات دولت، هنعمل ما بينهم الترانزيشن اللي قلنا عليها. لكن قبل ما نتعلم ازاي نعمل الترانزيشن لازم نعرف هنستخدم الترانزيشن امتى. الترانزيشن ديت هتستخدمها في فيديوهات السبيد رامبنج، فيديوهات الموسيقى. هي لازم تكون على موسيقى، يعني على البيت بتاع الاغنية او على البيت بتاع الموسيقى. فانت طبعا بتقسم الكليبات بتاعتك وتعمل قط على البيت وبتبدأ تعمل الترانزيشن. طبعا هنعمل الترانزيشن ازاي؟ احنا مثلا دلوقتي عايزين ننقل من الكليب ده للكليب ده، فهنيجي نرفع الكليب ده فوق هنا كده. طبعا احنا لو معانا اغنية هتبقى ظاهرة هنا ونبقى عاملين قط زي ما قلنا عليها، لكن في القناة هنا مش بنشغل اغاني لان الموسيقى حرام يا جدعان. ويا ريت يا ريت ما تستخدموهاش في فيديوهات الموسيقى. انتوا تقدروا تفكروا في طريقة او في ستايل بحيث انك تطلع منها شكل جمالي، مش شرط في فيديوهات الموسيقى. فهنيجي نقرب الكليب بتاعنا شوية كده، مثلا بناء على الكليب اللي معايا انا عايز اول ما الجلو ده يبدأ كده الترانزيشن كلها تبان. فانا هاجي مثلا اطول الكليب كده والكليب ده قصير، فهاجي مثلا هنا كده الجلو ده كده هخليه على الكت دي كده، واجي اعمل كت وانزل الجزء ده هنا كده، فهلاقي الجزء ده معايا هنا كده، والجزء اول ما الجلو يبدأ تحت هنا كده. هاجي على الجزء ده كليك يمين اوبن انفيوجن بيج، وهبدا اعمل له ماسك. اول ما اخش على صفحه الفيوجن هلاقي الميديا ان والميديا اوت. هاجي هنا كده مكان الماسكات، هاجي مثلا اضيف ريكتانجل ماسك بالشكل ده كده، وابدا اغير في المكان بتاعه وفي السايز بتاعه بحيث ان هو يظهر لي الولد ده بس كده او الجزء اللي فوق منه بس كده. وهجيب ماسك كمان مثلا مربع، انت تقدر طبعا تستخدم اي ماسك وتعمل الشكل اللي انت عايزه. هنعمل اشكال تانية في الكليب التاني. هنيجي على الماسك التاني ده كده نوصله تحته. احنا طبعا نقدر نعمل 2 ماسك لأي ميديا ان، نقدر نعمل عدد لا نهائي. هنيجي على الماسك التاني ده كده نبدأ نغير الشكل بتاعه كده ونوسطنه هنا كده بحيث ان الشخص ده كده الجزء اللي تحت منه ده يظهر. هاجي بعد كده على صفحة الايديت هلاقي ان شكل الفيديو بتاعي بقى واخد شكل الماسكين اللي انا عملتهم. هاجي بقى هنا كده ما بين الفيديوهين دول كده في النص بالظبط كده، واجي اعمل كات. هلاقي عندي الفيديوهين اتقسموا هنا كده. هاجي ارجع على صفحة الفيوجن وهاجي افتح الكليبس من فوق من هنا كده، هيظهر معايا الكليبات بتاعتي وهيظهر معايا القطعات بتاعتي بنفس الترتيب بتاعهم على التايم لاين. يعني ده اول قطعة وديت تاني قطعة. هاجي عند اول قطعة من هنا كده واشيل الريكتانجل اللي تحت ده بحيث ان يبقى فيها الريكتانجل ده بس، وتاني قطعة طبعا هتبقى كاملة بالشكل ده، والتالتة هي الفيديو كله بالشكل ده. هاجي بعد كده اتفرج من هنا كده هلاقي زي ما انتم شايفين كده الجزء ده ظهر في الاول ده، وبعد كده الجزء ده ظهر فالشخص كمل، وبعد كده الفيديو كله ظهر مع الجلو اللي موجود ده. هاجي اتفرج من الاول كده تاني عشان نشوفها بشكل احسن، فهلاقيها معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تعالوا نعمل بقية الترانزيشن بشكل تاني على الكليب ده كده. اظن ان احنا فهمنا الطريقة. هرفع الكليب بتاعي كده واقربه المسافة اللي انا عايزها مثلا كده، اجي اعمل كات وانزل الجزء ده هنا كده. اجي على الجزء ده كده كليك يمين اوبن انفيوجن بيج، واجي ابدا اعمل له الماسكات بتاعتي. ممكن اجيب البوليجون ماسك دي كده واضيفها واوصلها بالميديا ان وابدا ارسم الشكل اللي انا عايزه. تعالوا مثلا نعمل الشكل ده كده، انا كنت شفته في فيديو فعجبني الصراحة، فتعالوا نعمل زيه. مثلا المربع ده كده الشكل ده كده ممكن نميله كده شوية، نحدد دول كده ننزلهم كده بالشكل ده. اظن هو كان يعني قريب من الشكل ده. كتر سي على البوليجون ديت، كتر الفي هيعمل لي واحدة تانية، هاجي اتاخرها هنا كده. كتر الفي كمان هيعمل لي واحدة تالتة، هاجي اتاخرها هنا كده. كتر الفي كمان هيعمل لي واحدة رابعة، هاجي اتاخرها بالشكل ده كده. ونفس الموضوع هاجي بما اني بقى معايا دلوقتي 4 اعمدة، هاجي اعمل 4 قطات. هاجي مثلا هنا ادي اول قط، ادي التانية، ادي التالتة، وكده بقى معايا 4 كليبات زي ما انتم شايفين. طبعا يستحسن الكليبات كلها تبقى نفس المدة الزمنية. تعالوا نخليها كلها نفس المدة الزمنية زي ما انتم شايفين كده. وارجع على صفحة الفيوجن تاني، ابدأ بقى على كل الكليب من دولت اشيل الماسكات اللي انا عايزها. مثلا اول قط ديت هشيل التلاتة دولت، هخلي العمود ده بس. التانية هشيل اخر 2 اخلي الاتنين دول بس. التالتة هشيل اخر واحد وهخلي التلاتة دولت.
وطبعا الرابعة هسيبها زي ما هما بحيث الاربعة يبقوا ظاهرين، والاخيرة هي الكليب بتاعي. هاجي اتفرج بقى من هنا كده، هلاقي ان الترانزيشن بقت زي ما انتوا شايفين كده. وهي دي الماسك ترانزيشن. تقدر بقى تتحكم في كل حاجة، تغير مثلا الخط ده بدل ما هو خط كده تخليه مربع كبير في النص مثلا، ومربعات صغيرة هنا، دايرة كبيرة ومربعات صغيرة مثلا وراها، زي ما انت عايز تقدر تعمل. وطبعا تقدر تضيف لهم افكتات زي الدروب شادو. تقدر تعمل لهم ترانزيشن. تعالوا اخليكم ازاي تجملوا الترانزيشن دي. هنيجي هنا على الفيديو ترانزيشن، نبحث على اي ترانزيشن احنا عايزينها، مثلا اللي هي البلور ديزولف ديت مثلا كده. نيجي نضيفها على اول واحد من هنا كده ونصغرها شويه، نيجي نتفرج هنلاقي بقت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن نضيفها هنا برضو كده في الاخر ونصغرها كمان شويه ونيجي نتفرج زي ما انتوا شايفين كده، هتلاقيها معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا تقدر تجرب اي ترانزيشن انت عايزها. دي ممكن اللوما فيد ديت نجيبها هنا كده، نصغرها شويه، نتفرج. محتاجة تعمل ريندر، هنسيبها تعمل ريندر وهنرجع نتفرج عليها تاني. اظن كده عملت ريندر بالشكل ده. ممكن تكون حلوة معاك او وحشة بالنسبة لك. ممكن الديسبليس لوما دي طبعا بلجنز انا جايبها من بره لكن هي مدفوعة. انتوا طبعا تقدروا لو عايزين بلجنز مجانية تقدروا تروحوا الفيديو احسن 6 بلجنز مجانيين نقدر نستخدمهم في برنامج دافنشي اللي هتلاقوه ظهر قدامكم على الشاشة، وهتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن. اظن دلوقتي بعد ما عملت ريندر تعالوا نتفرج كده. اظن شكلها جميل والله جدا. طبعا زي ما قلت انت تقدر تضيف جليتش، تقدر تضيف جلو، تقدر تضيف اي حاجة. تعالوا هنا بقى نضيف ترانزيشن لكن بشكل تاني. هاجي ابحث على ادجستمنت كليب من هنا كده واعمل اول فولدر، وهجيب الادجستمنت كليب احطها فوقهم هنا كده. لو عايزين فيديو عن الادجستمنت كليب اكتبوا لي في الكومنتات، هعمل لكم عنها فيديو لان هي مهمة جدا. كان في شخص قال لي ان هو عايز عليها فيديو، لكن والله يا جدعان الواحد مشغول جدا، فانا في اقرب وقت هعمل عليها فيديو. لكن لو لقيت عليها طلب كتير والناس كتير عايزة الشرح بتاعها هعمل عليها فيديو في اسرع وقت. هبدأ اصغرها كده بحيث ان يبقى فيه حوالي 3 فريم هنا و3 فريم هنا، وابدأ اعمل فيد ان وابدأ اعمل فيد اوت، بحيث اي افكت احطه عليها هيأثر لي على المنطقة دي. وطبعا انا عامل فيد ان وفيد اوت بحيث ان الافكت اللي انا هحطه يبدأ بالراحة وبعد كده ينتهي بالراحة. هاجي مثلا هنا ابحث على جلو، واجي انزل مثلا على البلجنز ديت اللي هتلاقيهم في البلجنز المجانية اللي قلنا عليهم. تعالوا مثلا نضيف الشالو جلو دي كده، ونيجي في النص هنا كده نتفرج. نقدر طبعا نغير في الاعدادات. بعد كده نيجي نتفرج بقى على الترانزيشن كلها، هلاقي معايا الجلو ظهر في الجزء ده بس. ممكن نيجي نضيف دايركشنال بلور مثلا كده على الادجستمنت كليب برضو مع الجلو، بحيث ان هو يدينا الحركه اللي قدامكم دي. ممكن نزوده شويه بالشكل ده كده، وبعد كده نيجي نتفرج هنلاقي معانا الفيديو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اظن الجلو مع الجلو، يعني الجلو اللي في الاول والجلو اللي في الاخر شكلهم وحش. نيجي نشيل الجلو ده كده ونيجي نتفرج. اظن كده شكلها جامد. ممكن نيجي ننسخ دي كده في الاخر وننسخ دي كده في الاول بالشكل ده كده، ونيجي نتفرج هلاقي معايا الافكت بالشكل الخرافي اللي انتوا شايفينه ده. هي دي فكرة الترانزيشن بتاعة الماسك. تعالوا نتفرج على الفيديو من الاول كده نشوف النتيجة النهائية. طبعا مع الموسيقى ومع الساوند افكت هيبقى الموضوع بشكل جامد جدا. هو ده كان فيديو النهارده، فيديو بسيط كده اتعلمنا فيه حاجة بسيطة تقدر تستخدمها زي ما انت عايز، زي ما انا قلت تقدر تغير فيها زي ما انت عايز وتعمل الاشكال اللي انت عايزها. طريقة بسيطة جدا هتدي الفيديو بتاعك شكل جمالي وهتنقله في حتة تانية. زي ما قلت ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا. يا ريت تشتركوا في القناة لو مش مشتركين، تدوسوا لايك. عايزين نوصل الفيديو ده 150 لايك. اشوفكم الفيديو الجاي وسلام عليكم.